السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن الشخص المسموم، ليس بالمفهوم الدارج المغربي أي الحقود الحسود، ولكن ذلك الشخص الذي يجعل شحناته المسمومة تنتشر حوله أينما حل وارتحل. ترى من هو هذا الشخص المسموم؟ الشخص المسموم إنسان لا ينقطع عن الشكوى. الشخص المسموم إنسان ينتقد كل شيء وكل شخص. الشخص المسموم إذا سأل أجاب ولن يترك لك فرصة للإجابة، فهو يعقب على سؤاله. الشخص المسموم إذا طرحت فكرة ما سيعارضها على الفور. الشخص المسموم إذا عبرت عن مشاعرك أو ما بك من ضر سينقض على الفرصة لكي يجرك إلى مشاعره هو، لكي تتعاطف معه، لأنه إنسان مسكين مريض نفسيا، فهو بحاجة لتعاطف الناس معه. هذا ما يخيل له. الشخص المسموم لا يستمع إلا لنفسه، لأنه يفتقد ما نسميه في علم التواصل ليكوت أكتيف، أي الاستماع التحليلي. لا يستطيع أن يستمع ويحلل لكي يجيب إجابة عقلانية منطقية لا تخرج عن إطار الموضوع الذي يتحدث فيه مع الناس. إذا كنت تعرف شخصا بهذه الأوصاف فابتعد عنه نهائيا. وإذا كنت أنت تعاني من هذه العيوب النفسية يمكنك التواصل معي. سأترك لك رقم هاتفي في صندوق الوصف. أعانكم الله.